يا مساء الفل عليكِ، من النهارده مش هاخلّيكِ تشتريه تاني من برّه، هنعمل مع بعض أحلى وأطعم فطير فلاح يا جماعة، طعمه وريحته خطيرة، هاوريكم دلوقتي ومورّق وفي نفس الوقت كده حتت مقرمشة كده، خطير، ناكله بقى بشوية جبنة قديمة أو مش يعني، ناكله بشوية عسل وطحينة، بشوية قشطة كده، بشوية عسل أبيض، اللي يريحكم، هو في جميع حالاته حتى لو كلتيه سادة طعمه خطير. يلا بينا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. هنيجي هنا نسمي بسم الله. معايا كيلو من الدقيق، طبعا اللي هو الدقيق جميع الأغراض. هحط عليه معلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة. خلاص. ومعايا هنا كوباية من المية الدافية، ومش هقولك مقدار المية لأن كل نوع دقيق بيمتص السوائل بسرعة، وفي دقيق يعني ما بيحتاجش سوائل كتير خالص، يعني ممكن الكيلو دقيق ده ياخده معايا كوباية أو كوباية ونص. أنا الدقيق فعلا معايا هنا خد كوباية ونص من المية. هقلب بقى واعجن كويس جدا لحد ما العجينة تلم معايا زي ما هتشوفوا كده بقى. طبعا نستخدم ايدينا ونعجن بقى حبة حلوين، يعني حبة كده ما يقلوش عن 10 دقايق. كل ما العجينة اتعجنت كويس كل ما هتدينا نتيجة أحسن. خلاص هسيبها بقى كده لمدة 10 دقايق لحد ما انضف الرخامة بتاعتي. أنا بعد ما بنضف الرخامة برشها كده شوية ده سائل مية بخل، برضه عشان لو في أي جراثيم ولا أي حاجة تبقى رخامتي نضيفة وفل. معايا بقى هنا مزيج من الزبدة البلدي أو السمنة البلدي، والسمنة بتاعتنا اللي هي العادية اللي أي نوع ممكن انت تجيبيه من السوبر ماركت. ومعايا شوية زيت، هبدأ كده أحط شوية زيت على الرخامة بتاعتي. وهجيب بقى العجينة بعد ما ارتاحت 10 دقايق، وهبدأ كده أفردها كده بالطول. أنا هنا قسمتها لنصين، هفردها كده بالطول وبعد كده أقطع لكور إيه يعني متوسطة الحجم كده. هاخد بقى إيه كل قطعة هكورها واحطها عندي على الكوانتر بتاعك او الرخامة، واسيبهم بقى يعني تقريبا لمدة نص ساعة. لازم العجينة ترتاح، هي ما فيهاش خميرة عشان تخمر، هي هترتاح بس. اغطيها بقى كده بفوطة نظيفة، ونيجي بقى نركز على اول واحدة كورناها، هي هتبقى اول واحدة هبدأ بيها الفطير بتاعي. خلاص هجيب بقى كده برضو شوية زيت وهبدأ بقى افرد العجينة بتاعتي. طبعا افردي بقى على قد ما تقدري بإيدك بنشابة، أي حاجة عندك، وافردي بقى افردي يعني على قد ما تقدري كده. املي الرخامة بيها، الحتت اللي تتقطع منك دي مش مشكلة، كل ده هيتدار. هجيب بقى مزيج من السمنة والزبدة، هحط كده شوية مع يعني معلقة أو معلقتين، وكل حتة هطبقها لازم أحط فيها سمنة. كل حتة هطبقها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الفطير يا جماعة يعني هو أصلا طعمه بيبقى حلو بالسمنة أو بالزبدة طبعا اللي عندك. خلاص وهقفل كده لحد ما تبقى مربع أو دايرة، وهسيبها ترتاح على جنب، أو هحطها في الصينية اللي أنا هبدأ أفرد فيها. أنا شايفين أنا حطيتها زي ما هي، بعد ما قفلتها حطيتها زي ما هي، مش هفرد دلوقتي، هسيبها ترتاح تاني عقبال ما أخلص كل الكمية اللي معايا. وادي واحدة تانية أهو، فردتها برضو دي أكبر من التانية، وكل ما أقفل تقفيلة ما بين التقفيلة والتقفيلة هحط زبدة أو سمنة أهو شايفين. وبرضه هركنها في صينية على جنب لحد ما اخلص كمية العجينة كلها. طيب انا مش عايزة اكبرها كده وافضل اتني، ممكن احط اتنين على بعض زي ما انتوا شايفين كده. هفرد واحدة متوسطة وعليها واحدة متوسطة تاني، بس ما بين كل واحدة وواحدة هحط الزبدة او السمنة بتاعتي. وهحط هنا هنا بقى فردتها، عشان انا فردتها افردها على طول في الصينية. نيجي بقى الاول واحدة عملناها هبدأ بقى افردها في الصينية بتاعتها عادي. شايفين بتتفرد معايا كده العجينة ناجحة ومية مية اهو. ودي كمان طبعا العجين بيرتاح، عقبال ما بخلص العجين بيكون مرتاح اهو. وادي التالتة برضو فردتها. هشغل الفرن بقى على درجة حرارة 220 في الرف اللي في النص، وهبدأ احط صواني الفطير. هنا بقى دخلت الفطير معايا، هاجي بقى هنا هحط معلقتين زبدة او سمنة طبعا، وهحط معلقتين قشطة من وش اللبن، وهقول لكم ليه دلوقتي. اقلبهم تقليبة ونيجي نبص على الفطير بصة كده، ما شاء الله اتنفخ وحلو جدا، وهنا اتحمر معايا من تحت. هبدأ بقى اعمل ايه، اجيب معلقتين 3 كده من القشطة والسمنة اللي احنا قلبناهم مع بعض، بتدي طعم تحفة جدا جدا وريحة وتحميرة جدا حلوة للفطير
أو هافتح بقى عليها الشواية، وادي أول واحدة خلصت، وادي التانية وادي التالتة، والريحة مالية البيت يا جماعة. أول ما هيطلع على طول على طول هغطيه عشان يطلع إيه طري. أهو خلاص كده هنيجي بقى أقطع معاكم كده واحدة، وفي نفس الوقت أنا حبيت بقى إن أنا أحمش دي كده وأخليها مقرمشة فعلا تحفة. أهو شايفينه مورق، والزبدة ما شاء الله مخليه بيلمع. أهو شايفين خطير وما خدش معايا وقت. نيجي بقى نرصه هنا في طبق التقديم، وحضري بقى الجبنة بتاعتك وحضري العسل والطحينة، وكلي أحلى فطير، ويا رب يكون عجبك، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. باي باي.